فيلمنا بيبدأ بقطرة مية وقعت من أشعة شمس، ومن القطرة ديت طلعت زهرة ذهبية ليها قدرات سحرية إن هي تشفي أي مرض وأي جرح. وواحدة عجوز بتلاقيها وبيكون عدى قرون على الزهرة دي، واتبنى جنبها مملكة كاملة، وكان الملك والملكة محبوبين. وكانت الملكة هتولد بس المرض خلاها تتعب قوي، والناس كانت بتدور على معجزة وهي الزهرة السحرية. بس الست العجوز بدل ما تشاركها مع الناس كانت مخليها لنفسها عشان ترجعها شباب تاني. وكل اللي كانت بتعمله إن هي كانت بتغني ليها أغنية وبترجع شباب تاني، وبتخبيها وبتمشي. بس وهي ماشية بتخبط فيها بالغلط، والغطا بيتشال من عليها، وجنود الملك بيلاقوا الزهرة وبياخدوها وبتتحط في طبق وبيشربوها للملكة وبتتشفي، وبتكون ولدت طفلة سليمة عندها شعر ذهبي جميل وبيسميها رابنزل. واحتفالا بعيد ميلادها الملك والملكة رفعوا فانوس في السماء لحد ما الست العجوز بتروح القصر وهم نايمين، وبتروح تغني وبتلاقي شعر رابنزل بيتلون باللون الذهبي بدل الزهرة. تيجي تقطع من شعرها عشان تاخد منه وهي ماشية، بس اللون بيختفي لو اتقطع، فبتاخدها عشان تفضل شباب طول عمرها، وبتهرب بيها. وبيفضلوا يدوروا في كل مكان بس مش بيلاقوها، عشان كانت في برج مخفي في الغابة، وربتها كأنها بنتها عشان تستغلها وترجعها شباب على طول. وبتكون رابنزل عاوزة تخرج بس بتقول لها ان العالم بره خطير وهي بتحميها من كده. وكان في كل سنة في عيد ميلاد الأميرة بيرفعوا آلاف الفوانيس في السماء على أمل إن هي ترجع. وبتكون رابنزل كبرت وبتكون بتلعب مع باسكال اللي هو حرباية عشان ما اتعاملتش مع أي بشر قبل كده، وبيقول لها باسكال يمشوا، بس بتقول له إن هي بتحب المكان هنا، وبتدخل وبيكون شعرها كبير ومفروض في المكان كله. وبتكون رابنزل بتعمل كل حاجة في البيت، وبيكون بكرة الفوانيس هتترفع في السماء، وبتكون عارفة إن هو عيد ميلادها وبيكون نفسها تروح تشوف الفوانيس دي. بنروح لتلاتة بينزلوا من على السطح وبيروحوا للقصر، وبينزل رايدر بحبل وبيسرق التاج وبيطلعوا يجروا. بعدها بنروح لرابنزل وهي بتقول لباسكال إن هي هتقول لأمها إن هي عاوزة تروح تشوف النجوم، وأمها بتنادي عليها عشان تنزل شعرها، وبتخبي باسكال وبتنزل لها شعرها وبتطلعها، وبتيجي تقول لها بس هي بتقول لها إن هي تعبانة. ورابنزل بتجيب لها كرسي وتقعدها عشان تغني ليها، وشعرها بينور وبيرجعها شباب تاني. وبتقول لها إن بكرة عيد ميلادها وهي عاوزة تشوف الفوانيس في المدينة. بتقول لها قصدك النجوم؟ قالت لها لأ، اللي بتظهر كل سنة في عيد ميلادي. بس مش بترضى وبتفضل تخوفها من العالم اللي بره، وبتقول لها ما تطلقش ابدا ان هي تخرج بره البرج ده، وبتنزل زي كل يوم عشان تجيب الاكل بتاعهم. وبيكونوا معلقين ورق ان رايدر والاتنين اللي معاه حراميه ومطلوبين العداله، وبيكون رايدر متضايق بسبب ان هم راسمين مناخيره كبيره. وبيكون جنود الملك عرفوا مكانهم وبيجروا وبيروحوا لمكان مسدود، وبيقول لهم رايدر يرفعوه وهو يسحبهم، بس بيقولوا ليه ان هو يديهم التاج الاول، وبيديهم التاج فعلا وبيطلع عليهم، بس بيكون سرق منهم التاج وهو طالع وبيسيبهم وبيجري. والجنود بتوع الملك بيجروا وراه وهو بيجري منهم، وبيكون ماكس قائد الحصنة بيجري وراه، ورايدر بيمسك في حبل وبيلف بيه وبيركب هو على ماكس، بس بيقف بيه وبيحاول ياخد الشنطة منه، ورايدر بيمنعه، بس بيمسك الشنطة في الآخر وبتترمي بعيد عنهم. وبيجروا هما الاتنين عليها وبيفضلوا يوقعوا في بعض عشان محدش ياخدها. وبيوصل رايدر ليها بس الشجرة بتاخدهم وتقع بيهم هما الاتنين، وبتتقسم على الصخرة نصين وكل واحد منهم بيروح في ناحية. وماكس بيشم في الأرض عشان يعرف مكانه، ورايدر بيكون مستخبي ورا صخرة وبيحط ايده وبيلاقي ان ده مدخل، وبيدخل قبل ما ماكس يشوفه، وبيلاقي البرج بتاع رابنزل وبيطلع على البرج. واول ما بيدخل رابنزل بتديله بالطاسه وبيقوم عليه، وبتكون خايفه وبتشوفه صح ولا لا، بس بيفتح عينه فبتضربه تاني وبيغمى عليه، وبتحاول تشده بشعرها عشان تدخله الدولاب، وبتفضل تحاول ومش بتكون عارفه لحد ما بتدخله، وبتثبته بكرسي على الدولاب، وبتكون واثقه من نفسها، وبتلاقي التاج وبتكون فاكره ان هو بيتلبس في ايدها. بس باسكال بيقول لها لا وبيحطه على راسها، وبيكونوا كلهم متفاجئين من شكلها. وبتسمع رابنزل صوت امها وبتحط التاج في حله وبتنزل لها شعرها وبترفعها، وبتكون عاوزه تقول لها بس بتفضل تقاطعها وتقول لها موضوع النجوم ده احنا قفلناه، وبتزعق معاها وبتقول لها مش هتمشي من البرج ده ابدا. وبترجع رابنزل ايدها من على الدولاب، وبتكون عاوزه تقول لها ان هي مسكت رايدر بس مش بتكمل، وبتقول لها ان هي عاوزه هديه عيد ميلادها يكون طلاق جديد. امها بتقول لها بس ده ياخد 3 ايام، بتقول لها بس احسن من النجوم، وبتنزلها عشان تروح تجيب الطلاق وبتودعها. وبتروح تفتح الدولاب وبتكون رابطه رايدر بشعرها، وباسكال بيفوقه وبيكون مستغرب من الشعر، وبتكون رابنزل خايفه منه وبتروح عليه وبتقول له انت لقيتني ازاي؟ قال لها مش عارف، كنت بتفسح في الغابه ولقيت برجك وطلعت. وبيقول لها فين الشنطه؟ قالت له خبيتها في مكان مش هتعرفه. قال لها في الحله دي، قامت ضربها بالطاسه
الطاسة وبيغمى عليه، وباسكال بيفوقه برضه. قالت له دلوقتي في مكان مش هتلاقيه خالص. وبتقول له رابنزل انت عاوز ايه من شعري؟ عاوز تقصه؟ قال لها الحاجة الوحيدة اللي انا عاوزها هو انك تسيبيني في حالي. قالت له يعني مش عاوز شعري؟ قال لها لا عاوزه ليه؟ وقال لها ان كان في ناس بتجري وراه وهو لقى البرج وطلعوا. هي دي كل القصة. تتكلم مع باسكال وبتقول له رايدر ان هي هتعرض عليه صفقة، وبتوريه الفوانيس وبتقول له عارف دي؟ قال لها الفوانيس اللي بيعملوها عشان الاميرة. وبتكون رابنزل فاكرة ان هي نجوم زي ما امها قالت لها، وبتقول له ياخدها للفوانيس دي ويرجعها للبيت تاني. وقتها هترجع له شنطته، بس بيقول لها لا عشان هو اصلا سرق التاج من هناك. وبتقول له في حاجة جابتك هنا سمي قدر بقى او مصير. بيقول لها لا حصان. وبعد نقاش كتير بيوافق رايدر ان هو ياخدها تشوف الفوانيس. وبينزل رايدر من على البرج ورابنزل بتنزل وراه، وبتكون خايفة تلمس الارض اول مرة، وبتكون مبسوطة وفي نفس الوقت بتكون متضايقة. هرمونات البنات واحنا عارفينها. بس رايدر بيكون مكبر دماغه، وبتكون خايفة وماسكة في رايدر بسبب حاجة بتتحرك ورا الشجرة، بس بيطلع ارنب. ورايدر بيقول لها يوديها مكان ياكلوا فيه. وبيكون ماكس بيدور على رايدر وبيلاقي صورته وبيقطعها بسنانه. وامها بتكون معدية عشان تجيب لها الطلاق، بس ماكس بيطلع عليها وبتقول لنفسها حصان من القصر الملكي، طب الفارس بتاعه فين؟ وبتفكر في رابنزل وبترجع جري عليها وبتقول لها تنزل شعرها، بس مش بتكون هنا فمحدش بيرد. وبتدخل من باب سري للبرج وبتطلع فوق ومش بتلاقيها جوه، بس بتشوف حاجة بتلمع كده وبتروح بتلاقيه تاج وصورة رايدر موجودة في الشنطة. وبيوصل رايدر ورابنزل للمكان وبيدخلوا، وبيكون كل اللي جوه شكلهم مرعب، وبيكونوا جايين يخرجوا تاني. واحد بيقفل الباب وبيقول له انت اللي مطلوب عليك في الصورة دي. وبيكونوا كلهم بيتخانقوا مين هيسلموا. وبتحاول رابنزل تنقذه بالطاسة بس مش بتعرف، وبتخبط واحد فيهم قبل ما يضربه بشعرها. وبتقول لهم سيبوه عشان هي نفسها تروح تشوف الفوانيس وده حلم حياتها. وبتسألهم مفيش حد منكم عنده حلم؟ واحد بيروح عليها وبتكون خايفة منه، بس بيقول لها ان هو كان عنده حلم في يوم وبيبدأ يغني وبيكون نفسه يبقى مغني. وكلهم بيغنوا معاه بالحاجة اللي بيحلموا بيها. وبيروحوا الرايدر وبيقولوا انت حلمك ايه؟ قال لهم مش بغني. طلعوا كلهم سيوفهم عليه قام بغني معاهم، وبيكونوا كلهم مبسوطين. والحراس بتدخل عليهم وبيقولوا يدوروا عليه، وبيكونوا مسكوا الاتنين اللي كانوا مع رايدر. واحد بيروح لرايدر ورابنزل وبيخرجهم من مخرج سري موجود في المطعم. وبيقول الحراس لقائد الحرس ان ملوش اثر، بس ماكس بيدخل عليهم وبيفضل يشم عشان يوصل لمكانه، وبيشاور لهم ان هو هنا. وبيفتح لهم المكان السري ده وبينزلوا وراه، وبيكونوا بيتكلموا. وفجأة بيلاقي الحراس بيجروا وراهم، فبيجروا وبيخرجوا من النفق. وبيجي عشان ينزلوا تحت بيلاقي الاتنين اللي هو غدر بيهم مستنينه تحت والحراس وراهم. بتمسك رابنزل شعرها وبترميه وبتعدي الناحية التانية، ورايدر بيضرب فيهم بالطاسة وبيضربهم كلهم. وماكس بيمسك سيف ان هو يحاربه وبيوقع منه الطاسة وبيكون كسبه، بس رابنزل بتشده بشعرها والسد اللي معمول بيتفجر. وبيجروا الكل وراهم وبيدخلوا كهف تاني قبل ما الصخرة تقع عليهم، بس الماء بتكون بتدخل عليهم وبيحاولوا يخرجوا من هنا بأي طريقة، وبيكونوا خلاص استسلموا للموت. وبيقول لها ان هو اسمه يوجين وده اسمه الحقيقي. قالت له ان شعرها سحري وبيتوهج لما بتغني، وبتلحق تغني قبل ما الماء تملى المكان. وبيشوفها يوجين ومش بيكون مصدق نفسه، وبيروح ناحية الصخور وبيشيلوها وبيخرجوا من الكهف. وبيكون يوجين مش مصدق ان شعرها بينور. قالت له ده مش بس بينور. وبتروح امها تكلم الاتنين اللي كانوا مع يوجين وبتقول لهم يبطلوا يعملوا نفسهم زي الكلاب، وبتوريهم الشنطه اللي فيها التاج وبترميها عليهم. وبتقول لهم لو عايزين يقعدوا يمشوا، بس هي ممكن تعرض عليهم حاجه تساوي 1000 تاج. قالوا ليها ايه هو ده؟ بتقول لهم هننتقم من رايدر. وبتلف رابنزل شعرها على ايد يوجين المتعوره وبتغني وشعرها بينور، وايد يوجين بترجع زي ما تاني وبيكون مصدوم. وبتقول لهم ماما قالت لها وهي صغيره حاولوا يقصوا ليها، بس بيتغير لونه وبيفقد قوته، عشان كده ما كانتش بتحب تخرجها بره، وعشان كده هي ما خرجتش بره البرج طول المده دي. وبيقعد يحكي قصه اسمه وبيكونوا مبسوطين. وبيقول لها يروح يجيب خشب وبتلاقي امها وراها وبتقول لها يلا نرجع البيت. قالت لها لا، وفضلت تحاول تخليها ترجع معاها بس مش بترضى، وبتقول لها ان هو معاها عشان التاج وما تخلوش يخدعها. وبتديها الشنطه وبتقول لها اديهوله وشوف هيعمل ايه وهيسيبك في لمح البصر. وبتسيبها وبتمشي، ويوجين بيكون راجع بالخشب، وبتكون رابنزل واقفه بتداري التاج وبيقعدوا يتكلموا. وبيكون الست والاتنين اللي كانوا مع رايدر واقفين وبيكونوا عاوزين يروحوا عليه، بس بتقول لهم يصبروا. وبيكونوا نايمين، وفجأة بيلاقي ماكس واقف قدامه وبيشده من رجله، ورابنزل بتلحق تشده هي كمان لحد ما بيخلع الجزمة بتاعته. وبيكون جاي عليه بس رابنزل بتروح توقفه وتهديه، بس مش بيهدى غير ما بيشوف باسكال وبيسمع كلامها وبيكون مبسوط بكلامها قوي. وبتفضل تلعبه وبتقول له ان النهارده اهم يوم في حياتها ويسيبه بس النهارده، وبعد كده يطردوا براحته. وبيتفقوا سوا، بس ماكس بيضربه بعدها. وبيكون
بيكون مبسوط وبيروح المدينة، بس شعر رابنزل بيكون طويل والناس بتدوس عليه غصب عنهم. ويوجين بيشوف بنات بينادي ليهم عشان يعملوا شعرها سوا وبيخلوا شعرها جميل وقصير. وبيكون ماكس بيضايق يوجين وتشوف رابنزل صورة لطفلة صغيرة مع الملك والملكة. تبدأ رابنزل ترقص وبتدخل الناس كلهم معاها، وماكس بيضرب يوجين يدخله وسطهم وبيفضلوا كلهم يرقصوا وبيكونوا مبسوطين. وبيروحوا في قارب في المية وبيرمي يوجين لماكس تفاح عشان ياكله وبيقول له ان هو اشتراه. واول ما ماكس بيبدأ ياكل فيه بيقول له اغلبه بس. وبيروحوا في نص البحر وبتكون رابنزل خايفة ما بقاش زي ما هي كانت متوقعة. قال لها يوجين المنظر من هنا هيعجبك، واهم حاجة انك تدوري على حلم جديد بعدها. ويكون الملك والملكة زعلانين لسه على فراق بنتهم، وبيروحوا سوا بيرفعوا اول فانوس في السماء وكله بيرفع الفوانيس وراهم. وبتشوف رابنزل الفوانيس وبتجري عشان تشوفهم كويس من على طرف المركب. وبيكون يوجين جايب ليها فانوس ترفعه في السماء كمان، وتقول له ان هي كانت لازم تديله الشنطة بقالها كتير بس كانت خايفة، بس دلوقتي ما بقتش خايفة. وبيرفعوا الفوانيس سوا وبيكونوا مبسوطين. بس يوجين بيشوف الاتنين اللي كانوا معاه على الشط وبيمشوا ومش بيرضى يقول لرابنزل حاجة. وبيروح على الشط وبياخد الشنطة وبيقول لها في حاجة لازم يعملها، وبيروح يرمي لهم الشنطة بالتاج وبيقولوا ليه انهم عاوزينها هي بدل التاج. وبيروح ليها هما الاتنين وبيقولوا ليها ان يوجين سابها وهرب بالتاج، وبيكونوا بيجروا وراها بس امها بتنادي عليها وبتكون ضربتهم. وبتروح تجري عليها وبتقول لها ان هي فضلت وراها وشافتهم بيجروا عليكي وضربتهم. وبتكون رابنزل زعلانة ان يوجين اخد التاج وسابها وهرب، بس هو مش بيكون عمل كده فعلا. وبيكونوا رابطين يوجين ومخلين التاج في ايده. وبيروح عند حراس القصر وبيسمع ماكس يوجين وهو عمال ينادي على رابنزل، وبيكونوا هياخدوا يوجين عشان يعدموه. وبتكون رابنزل لسه زعلانة، امها بتقول لها انا حاولت احذرك ان العالم بره مش زي ما انت فاكره. وبتمسك رابنزل رسمه وبتلاقي ان هي كانت رسمها قبل كده في كل مكان. بتفتكر ان هي كانت الاميره الصغيره اللي اتخطفت. وبيلاقي يوجين الاتنين في السجن معاه، وبيضرب الحرس وبيقول لهم عرفتوا ازاي ان شعرها سحري؟ قالوا له الست العجوز هي اللي قالت لهم. وبتخرج رابنزل تقول لها ان هي الاميره المفقوده. بتقول لها انا مش سامعاكي. بتقول لها انا الاميره المفقوده. بتقول لها ان هي عملت كده عشان تحميها. وبتقول لها ان يوجين هيعدموه. وبتحاول تلمس شعرها بس رابنزل بتمسك ايدها وبتقول لها مش هخليكي تستخدمي شعري تاني. يوجين وهو ماشي مع الحرس بيلاقي الابواب كلها بتتقفل، ورئيس الحرس بيخبط. بيلاقي واحد بيقول له قول كلمه السر. وبيكون الاتنين اللي مع يوجين حد بيسحبهم من جنبه، والجنود بيجروا عليه وهو بيجري. وبيكون الناس اللي هو كان معاهم في المطعم جيهم عشان يلحقوه. وواحد بيقول ليوجين يضم ايده وياخد ورقة الركوب، وواحد بينزل يرفعه وبينزل على ماكس. وبيكون ماكس هو اللي جابهم عشان يساعده. وبيطلع الجنود يضربوا عليهم سهام وبيجروا وراهم، بس ماكس بيجري وبينط من على السور وبيجري بسرعة عشان يلحقوا رابنزل. وبيروح ينادي عليها عشان تنزل شعرها وبترمي ليه وبيطلع، بس اول ما بيدخل بيلاقيها مربوطة والست دي بتضربه بسكينة في بطنه. وبتحاول تشدها عشان تنزلها تحت في البرج، وبتقول لها ان هي هتفضل تقاومها طول حياتها وهتحاول تهرب، بس لو سابتها هتنقذه فهي هتفضل معاه ومش هتهرب ولا هتحاول تهرب. وبتكون عاوزة تشفيه بس هو بيكون رافض عشان هي هتفضل محبوسة طول عمرها. وبيقول لها تستنى وبيقطع شعرها عشان محدش يستغلها. وبترجع الست الشريرة لشكلها الطبيعي وهي عجوز، وبتشوف نفسها في المراية وبتتصدم. وبتيجي ناحية الشباك وباسكال بيشد شعر رابنزل اللي مقطوع وبيوقعها من الشباك وبتموت. وبتحاول رابنزل تفوق يوجين وبتغني، بس يوجين بيقول لها ان هي كانت حلمه الجديد وبيموت. بتفضل تغني ودموعها بتنزل على خده، وبتقدر دموعها ان هي تشفيه. وبيروح بعدها حرس الامن يبلغ الملك والملكة ان بنتهم هنا، وبيخرجوا يشوفوها ومش بيكونوا مصدقين وبيكونوا مبسوطين. والمملكة كلها بتكون مبسوطة عشان اخيرا الاميرة رجعت ليها. والاحتفالات فضلت اسبوع كامل شغالة واحلام الكل اتحققت. وبيكون يوجين ورابنزل خلاص هيتجوزوا بعضهم، وبيكون كل اللي في المملكة بيجهزوا نفسهم للفرح ده وكله فرحان. وبيكون باسكال وماكس هم اللي داخلين بخواتم الفرح. رابنزل بتدخل وبتروح تقف هي ويوجين عشان يكملوا مراسم الجواز، بس ماكس بيوقع الخواتم وبيخرج باسكال وماكس ورا الخواتم عشان يلحقوا يجيبوها، وكل واحد بيروح ورا خاتم. وماكس وهو بيجري ورا خاتم بيلبس هدوم واحده وبيلاقي حصان بيعكسه فبيضربه، وبيكملوا جري ورا الخاتمين. وبيكون خاتم متعلق في فانوس وبيجري باسكال وراه وبيلاقي الاف الفوانيس موجوده، وبيفضل يدور باسكال عليه في كل فانوس لحد ما بيلاقيه، بس الطيور بتخبط فيه وبيقع الخاتم وبيتعلق في رجل الحمامه. وبيكون ماكس جاب خاتم وبيجري من الميه اللي وراهم وبيشيل باسكال وبيمسك في حبل وبينطوا لفوق في الهواء، وبيكون مش عارفين يوصلوا ليه، بس باسكال بيمد لسانه وبيجيب الخاتم، بس بينزلوا في معمل اطران هما الاتنين وبيدخلوا قدام الخواتم وبياخد يوجين الخواتم وبيكونوا مستغربين من شكلهم. وبيجي يقعد ماكس عشان يستريح بس بيلمس التورته وبتخرج على بره برضه. وبكده يكون فيلمنا خلص. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، ولو عاوز نتكلم عن اي فيلم اكتب لي تحت في الكومنتات. وبس كده، سلام.